مساء الخير على كل مستمعين ومشاهدين راديو في السكة. أنا غدا يسري في برنامج الحياة حلوة. النهاردة هنتكلم عن إزاي تقدروا تعرفوا إمكانياتكم ومواهبكم وتستخدموها صح. بستغرب جدا الناس لما يجوا يقولوا إحنا ما عندناش مواهب. ده طبعا بسبب إن الناس كلها فاكرة إن المواهب بتقتصر على المواهب الفنية. يعني لو أنا ما بعرفش أغني أو أكتب أو أمثل أبقى أنا كده مش موهوب. لكن على فكرة المواهب مش كلها فنية. يعني في مواهب الناس ما بتاخدش بالها منها بس بتكون حقيقي مواهب مفيدة وممكن نستخدمها صح فعلا. زي مثلا ان انا اكون بعرف احفظ كويس، او ان انا يكون عندي موهبة الترتيب والتنظيم. كل دي مواهب. ان انا مثلا اقدر اسمع اللي قدامي واحتويه واعرف احل مشاكله، دي كمان موهبة. في كمان ان انا مثلا اقدر احكم على الاشخاص اللي قدامي او احس بمشاعرهم على طول وبسرعة، دي كمان مواهب. ان انا اعرف اطبخ يكون اكلي مميز، كل دي مواهب. لكن الناس ما بتحطهاش في عين الاعتبار. ربنا خلقنا مختلفين وكل واحد مننا عنده إمكانيات بتميزه عن غيره. أنا النهاردة عايزة أقول لكم إزاي نقدر نحدد ونعرف مواهبنا وإمكانياتنا دي عن طريق بعض النقط ونقدر نستخدمها صح. تعالوا الأول نقول إزاي نقدر نكتشف ونحدد مواهبنا، وهقولها لكم عن طريق بعض النقط. رقم 1، معظم الناس ما بتبقاش عارفة تكتشف نفسها. يعني معظم الناس مش عارفة نفسها كويس، وده لأن رحلة البحث عن الذات رحلة صعبة جدا وبتاخد وقت طويل وبتحتاج لتأمل وتفكير عالي. وفي ناس للأسف بتكون عاملة لنفسها تحديد في فكرها، ما بتبقاش فاتحة قدامها كل الطرق وكل المجالات. عشان كده أنا عايزاكم تفتحوا قدام عينيكم كل الطرق وتفتحوا كل التفكير بتاعكم وكل المجالات قدام عينيكم علشان تقدروا تعرفوا نفسكم كويس. رقم 2، أنا عايزاكم ترجعوا للماضي بتاعكم، يعني ترجعوا لطفولتكم، تشوفوا انتوا كنتوا بتحبوا تعملوا ايه وانتوا صغيرين، كنتوا بتستمتعوا بايه. كانت مثلا المدرسة بتاعتكم بتيجي تقول لكم انتوا شطار في ايه، او مثلا كان في ناس بيبقى عندها هوايات وهي صغيرة وبعدين بتهجرها وتسيبها وتقول خلاص الأوان فات. الأوان عمره ما بيفوت، تقدروا تكملوا أحلامكم وهواياتكم في أي وقت. 3، اسألوا الناس اللي انتوا بتحبوهم واللي بيحبوكوا، مش اي ناس، عشان في ناس ممكن تكسركوا. انا عايزاكم تسألوا الناس اللي بيحبوكوا بجد، احنا مميزين في ايه، احنا بنعرف نعمل ايه، شطار في ايه. على فكرة هتلاقوا اجابات للأسئلة دي عند الناس اللي حواليك. 4، حاولوا ان انتوا دايما تخصصوا وقت ليكوا لوحدكم للتأمل والتفكير. لازم تاخدوا وقت مع نفسكم علشان تقدروا تفكروا كويس وتحطوا تخيلات لحياتكم. ويا ريت يا ريت لو تكتبوا افكاركم ومشاعركم، لان ده بيخليكم تتعرفوا على نفسكم اكتر لما بترجعوا تقروا الكلام ده تاني. 5، التجارب. حاولوا دايما انكم تجربوا حاجات جديدة ومختلفة كل شوية، ما تقولوش احنا ما نعرفش. حاولوا تجربوا، مش يمكن تجربوا وتطلعوا موهوبين في حاجة وانتم مش عارفين. افتحوا دايما تفكيركم على التجارب الجديدة وما تقولوش احنا ما نعرفش. طيب احنا بقى اكتشفنا نفسنا وقدرنا نعرف نفسنا كويس وحددنا ايه هواياتنا وامكانياتنا اللي احنا بنحبها. يلا نعرف ازاي نستخدم الحاجات دي لصالحنا. هقول لكم بعض الخطوات اللي تساعدكم في كده. 1، انا عايزاكم تعملوا ليست وتكتبوا امكانياتكم ومواهبكم في نقط، وتحددوا ايه الاولويات والحاجات اللي انتوا بتحبوها اكتر وترتبوها. وبعد كده لازم يكون عندكم ثقة في نفسكم، ويكون عندكم امل، ويكون عندكم عدم استسلام. ولازم تحطوا هدف تمشوا عليه، لان الهدف ده هو هيكون بداية الطريق لتحقيق النجاح. 2، لازم تفهموا ان النجاح بيتحقق بالمجهود والصبر وبخطوات. يعني انتوا لازم تحددوا خطوات وتمشوا على الخطوات دي، ويكون عندكم صبر انكم انتوا تستنوا. يعني ما تتوقعوش ان النجاح هيحصل على طول، ولازم يكون عندكم خطوات
تمشوا وراها، وكل ما هتحققوا خطوات هتلاقوا ان انتوا قربتوا من النجاح اكتر واكتر. وما تيأسوش زي ما قلنا، خلوا عندكم صبر. 3، تشوفوا بقى انتوا ازاي ممكن تطوروا الموهبة دي والامكانيات دي. يعني مثلا لو انتوا معكوش فلوس، انتوا تقدروا ان انتوا تدخلوا على النت وتعملوا بحث عن الموضوع ده وتتعلموا عن طريق الانترنت. طب لو احنا معانا شوية فلوس، نستثمر في نفسنا. يعني ايه نستثمر في نفسنا؟ يعني نقدر نروح ناخد كورسات في المجالات دي عشان نقدر ناخد خبرة، ولازم نستفيد بخبرات الناس التانية اللي عندها نفس الموهبة. مش عيب ان احنا نتعلم من ناس تانية على فكرة، بالعكس ده بيدينا خبرة اكتر وبيخلينا نعرف حاجات اكتر. ويا ريت بقى كمان لو ناخد اراء الناس اللي حوالينا، لان دايما اراء الناس بتفرق معانا. 4، ودي نصيحة مهمة بالنسبة لكم، ان وانتوا بتحققوا النجاح بتاعكم وانتوا في طريقكم لتحقيق النجاح، انا عايزاكم تتخلصوا من كل الطاقات والاشخاص السلبيين اللي موجودين في حياتكم، لان وجود الطاقات دي ممكن تأثر عليكم وترجعكم مليون خطوة لورا وتسبب لكم الفشل وانتوا في طريق نجاحكم. 5، خلصنا بقى كل اللي فات ده، انا عايزاكم بقى تبتدوا تحطوا خطة، ولازم الخطة دي تكون مدروسة كويس جدا، وتشوفوا الموهبة اللي انتوا بتقدموها او الامكانيات اللي انتوا هتقدموها للناس. ايه يا ترى السوق بتاعها محتاج ايه؟ الناس عايزة ايه يتقدم لها؟ لازم يكون في برضو تميز وابتكار. نعمل تسويق كويس، ندرس الخطة ونمشي على الخطة دي، ويكون عندنا صبر ان احنا ننفذ الخطة دي صح. ولازم ثم لازم ان احنا نستمر في تطوير نفسنا كل شوية، لان الناس بتزهق، لازم يكون في دايما تطوير. وفي الاخر انا بتمنى لنفسي وليكم كل النجاح والتوفيق يا رب، لان النجاح اكيد بيخلي طعم الحياة احلى. وبكده حلقتنا النهاردة تكون خلصت، وشكرا على حسن استماعكم، واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله.